احنا اليوم في اطار اليوم الثالث من فعاليات الموسم طنطان. هذا الموسم التراثي الثقافي اللي يحظى بالرعايه الساميه صاحب الجلاله نصره الله، اللي لولا الرعايه الساميه لما خلق عندنا احنا اليوم هون معاكم متواجدين، خصوصا نمثل واحد الرياضه هي رياضه تمثل الثقافه والتراث ديال الاقاليم الجنوبيه، اللي هي ثقافه مغربيه اصيله، تراث يعني ديال الاباء والاجداد، من اصل الهويه المغربيه الاصيله الصحراويه، ومن اجل من الحفاظ عليها، من ربط الماضي بالحاضر، من اجل مستقبل افضل ان شاء الله هذه الرياضه. وحنا في الاتحاد المغربي لسباقات الهجن من نهار خلقت هذه الحلبه هون في الشيخ زايد في طنطان، نشتغلوا من اجل تطوير تحسين النسل في جميع الاصناف، من ولد البون، الحقه، الجداع، الجدعه، الثنيه الرباعيه، الى غير ذلك، زوزال، الفحل. هاي الاصناف كامله الحمد لله اصبحنا نتميزوا بالاصناف اللي تنافس على المستوى المتميز، يعني تقدر تنافس على المستوى الافريقي والمستوى الدولي في منافسات الى تتاحنا ان شاء الله في المستقبل. بالخصوص اننا مشتغلين يعني جامعه ملكيه لسباقات الابل كباقي الجامعات، الخيول وما شابه ذلك من الجامعات الملكيه، واملنا كبير ان شاء الله انه هذه الجامعه لا تخلق تخطات مسابقات المحالب. يعني تحصلنا الحمد لله اول مره تقريبا 17 لتر من الحليب ناقه وحدهم في المغرب، اول مره نسجلوا هذه الحاله، وتسجلتهم في طنطان في هذه النسخه السادسه عشر من مهرجان طنطان. كذلك مسابقه المزاينه، يعني في جميع الاصناف، في صنف الحوار، في صنف من تلبون، في صنف الحقه، في صنف الجدعه، في صنف الثنيه، في صنف الرباعيه. يعني الحمد لله تخطات هذه الاشواط كامله اليوم زين، والحمد لله تفوقوا جميع الفائزين تقريبا من جميع الاقاليم، ونتمنى لهم التوفيق ومرحبا بكم وسهلا. شكرا.